طيب يا اولاد، بص يا ابني، إحنا النهارده جايين نتكلم على ارقامي بشكل بسيط، عشان لما تشير كده في يوم من الايام واقعد مع منى الشاذلي تمام، وانا قاعد معاه اقول لها انا بدات بدايه صعبه والناس تصدقني ويقعدوا بقى يعيطوا وبتاع ونطلع فاصل ايه والشغل ايه اللي ملوش اي 30 لازمه ده. ماشي. بص يا ابني، احنا بدأنا على اليوتيوب. انا عارف القصه دي، انا قلتها لكم كتير، بس دي عشان لما افقد ذاكرتي افتكر بس. بدأنا على اليوتيوب في 2012، قبل ما كان اليوتيوب ده، لا مش 2017 يا ولد، 2012 بدايتي، مش بداية القناة دي، بدايتي الحقيقية، بدايتي. تمام. انا اليوتيوب في 2012. ما كانش لسه اليوتيوب ده حاجة، كان عيل كده ايه بشخة رضيع كده. محدش كان عارف اليوتيوب ده ايه دنيته، محدش كان عارف انه ممكن يبقى شغل او يكسب منه فلوس او حاجة. تمام. كنت باخد فيديوهات بسرقها وبنزلها هناك. هو ده كان اليوتيوب وقتها عامة يعني. تمام. ولكنها ما نجحتش. انا كنت حابب اليوتيوب، حابب فكرته لاسباب شخصيه، هبقى اقولها لكم بعدين في المستقبل. ولكن يعني كان في اسباب عندي من وانا صغير كده ايه خلتني ابقى عاوز اعمل حاجه يعني تحيطني بالبشر والناس وما علينا من الحاجات دي دلوقتي. المهم، فدخلت في ايه في اليوتيوب. طبعا القناه دي فشلت ونسيت الباسورد بتاعها لان الموبايل ايه اتسرق. ما علينا. دي كانت اول قناه. تاني قناه، اللهم صل على النبي يا ابني، كانت قناة تعليم فوتوشوب. حد فاكر المنطقة دي؟ وريتها لأصدقائي وانهالوا عليها بالضحكات، لأنها كان هم 5 فيديوهات. كانت أغنية 50 سنت، تعالي لولي بوب ومش عارف ايه. في كل الفيديوهات دي كانت قناة سيئة عامة، بس جبت 5 سبسكرايبرز ولا 10. بعدها برضو نسيت الباسورد. ماشي. هتفتكرنا يا اسطى لما تطلع من منى الشاذلي ده كده كده. المهم، تالت قناة وهي اللي قدامك دي يا استاذ، دي عملناها في 2016. هي كانت قبل كده. قلت هعمل قناة جيمنج. تمام. وقعدت عشان اعمل اول فيديو تقريبا، قعدت من شهر 8 لغاية شهر 2 بحاول اعرف ايه اللي ممكن اعمله. تمام. سجلت فيديوهات كتير وكلهم كانوا خرا، او ما كنتش بسجل يعني، ما كنتش بسجل وايديت، لا كنت بسجل بعدها امسح على طول. كنت بحاول الاقي لي ستايل يعني او طريقه اتكلم بيها، وكلها كانت ايه زج عامه. لغايه ما عرفت الحمد لله اسجل اول فيديو. كان فيديو اجاريو 101، لو حد فاكر اللعبه المعاقه دي. كانت لعبه عظيمه جدا، من احسن الالعاب اللي نزلت، دي مش حقيقه. سجلت، كان ربع ساعه وقعدت اعمل فيهم ايديت بتاع 12 ساعه. تقول لي ليه بقى؟ اقول لك عشان ما كنتش عارف الايديت اصلا، فاهمني ازاي؟ يعني كيف بدأ الايديت؟ ما كنتش عارف ازاي ان الشباب بتايديت. فالحوار كان حزين عامه. بمجرد ما فهمنا الدنيا ايه مشيت. فنزلنا ايه اول فيديوهات. ايوه، اكتب عنك. كان كل هدفي ان اوصل 1000 سبسكرايب، ده من ساعه ما بدات. تقريبا نزلت من ساعه ما بدات لغايه ما طلعت فيس كام، كان ممكن حسبة 25 30 فيديو. بعدها ابتديت فيس كام مع اوتلاست. بعدها تقريبا نزلنا، قعدنا ده كل ده في 2016. قعدنا من 2016 لغايه تقريبا نص 2017. تمام. بننزل فيديوهات. ممكن نزلنا حسبة 200 وحاجه فيديو. بعدها القناه كل ده تقريبا ما جابتش 300 سبسكرايبر على بعض يعني. كان حاجه محبطه جدا. ومفيش فيديوهات كانت بتتشاف، وموضوع حزين يعني. كانوا هم ايه صحابي وممكن اتنين تلاته كده ايه، يعني ربنا كرمهم وعدى عليهم الفيديوهات دي. بعدها بطلت. بعدها رجعت. بعدها بطلت. بعدها رجعت. بعدها بطلت برضه، فاهم؟ بعدها رجعت. رجعنا ونزلنا بتاع 5 6 7 فيديوهات. تمام. ودول اتشافوا احقاقا للحق يعني. هم كانوا ايه، شويه حاجات كده يعني، حاجات بالحب، حاجات اوت لاست 2، مش عارف جيري، مش عارف ايه الحاجات دي كانت بتتشاف، وابتدينا نخش في سكه احسن في اليوتيوب. بس بعدها بطلت تاني عادي، ما ده طبيعي، عادي مفيش اي مشكله. جالي اكتئاب وقتها فبطلت. مش عارف بطلت سنه ولا سنتين. بعدها رجعت عادي يعني. طبيعي. نزلنا شويه فيديوهات بابجي. بعدها ايه بطلت. ما هي والله العظيم ما هي معروف، ما هي معروف. وقتها ما كانش معايا لابتوب بيسمح يعني، وبرضه في الاول ما كانش معايا لابتوب بيسمح، كانوا خرا هما الاثنين. فكنت متأيد شويه في الحاجات اللي ايه يمكن اصورها او اقدر اعملها. وكنت بسجل بلابتوب رامات 8 وحاجه حزني، 8 4. بعدها رجعنا بقى، لما رجعنا نستري. تمام. انا كل هدفي في كل الليله دي ان احنا نوصل 1000 سبسكرايبر. شوف بقى لي قرنين فمفيش ايه حاجه وصلت. فهدفنا السنه دي ان شاء الله، عشان احنا كده دي السنه الثامنه ليا يا اولاد، خلاص تميت 8 سنين على اليوتيوب في القناه دي. انا عاوز السنه دي اوصل 5000 سبسكرايبر.
5000 مش كتير يعني، رقم بسيط جدا. تمام، يعني لو جيت تبص لها بمعدل دلوقتي مش كتير. احنا دلوقتي 897، هل ممكن؟ الله اعلم. يعني أنا اتمنى. نزلنا فيديوهين اهو السنه دي، 133 فيو، 26 فيو الحمد لله. ودول كانوا السنه اللي فاتت. ف يعني ممكن نوصل ل 5000. ده هدفي في اليوتيوب السنه، انا مش طماع. تمام. عندي قناه الشورتس دي، اللي هي دي بينزل عليها فيديوهات صغيره. دي نزلنا عليها 177 فيديو، منهم ممكن مثلا بتاع 20 30 السنه دي، والباقي كان السنه اللي فاتت، من ساعه ما بدانا في شهر 6 عليها. دي مثلا عاوز توصل 500 الف اكون شاكر. عندنا الانستجرام ده بننزل برضه عليه الكليبات وشورتات وحوارات وريلز ومش ريلز. تمام، احيانا بتتشاف احيانا ما بتتشافش، هي ورزقها. تمام، ده الوحيد اللي اتشاف هناك، ده فايرال هناك، جاب 20,000. تمام، والباقيين بعدهم اموات بقى، يعني ايه بيلحسوا التراب تحت. 200 300 بتاع مش عارف ايه، بس الحمد لله. مثلا الانستجرام ده لو وصل 500 هكون شاكر برضه. تمام، عندنا التيك توك لو وصل 5000 هكون شاكر برضه، بس ده مش هيحصل. فنقول 3000 يعني فاهمني. او من ثم عندنا تويتش اللي احنا بنستريم عليه دلوقتي. انا فين؟ طلعوني حد يجيبني. اه انا اهو. هنا تويتش انا اهو. انا مش شايفني هناك، ما علينا، انت مش شايفني. دلوقتي احنا بنتفرج 8. كان الهدف بتاعي السنة اللي فاتت نوصل افرج 10 على الستريم، بس ده ما حصلش. فالسنة دي يعني بطمع في 20 افريج، ونوصل 1000 فولور على تويتش. دي ارقامي ل 2024 يا اولاد. اتمنى اني احققها ان شاء الله. لو ما حققتهاش بقى السنة الجاية فالله احنا نقفلها ونقعد في بيوتنا بقى، لان كده مش شغلانة كده كتير. يعني في حاجات كتير بتروح في الحاجات، وصحة وسن، واحنا مش قادرين على الحاجات دي. شكرا. انا خلصت كلام، باي باي.